المعروك الشهي من الوصفات الرمضانية يلي بنطلبها نحن كتير بشهر رمضان المبارك. بهذا الفيديو أنا حضرت لكم المعروك بطريقة لذيذة بعجينة ولا أروع من هيك قطنية، راح تعجبكم كتير. ومثل ما شايفين عن جد ما شاء الله المعروكات بيشهوا، وإن شاء الله راح تعجبكم هاي الوصفة أكيد. هلأ بالبداية المكونات عندي، المكون الأول هو كوبين من الحليب الدافي. إذا ما عندكم الحليب هون سائل حطوا حليب بودرة، يعني ما بيأثر. حطوا المي تكون دافية وضيفوا لها الحليب البودرة وحركوها بشكل كتير منيح، يعني بيوفي بالغرض إن شاء الله. هلأ هون ضفت الخميرة تقريبا ملعقة كبيرة و3/4 الملعقة من الخميرة الفورية. هلأ هون رح ضيف السكر الحبيبات. هون عندي كوب كامل من السكر. فيكم تقللوا كمية السكر على حسب انتو شو رح تحشوا المعروك. انا هون حشيته بشوكولا بس ما كتير حلوة الشوكولا، فهون كمية السكر معقولة. اذا كنتوا رح تحشوا المعروك تمر، قللوا كمية السكر. هلأ هون رح ضيف ضفت ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. رح ضيف هون كمان بياض بيضتين، إذا بتحبوا ضيفوا بيضتين كاملين طبعا ما بيأثر، يعني البياض مع الصفار. هون حطيت ملعقة صغيرة من الفانيليا ورح أحرك المكونات. رح ضيف هون الزبدة، عندي نصف كوب من الزبدة بيعادلوا 100 جرام. فيكم تضيفوا زيت طبعا بدون الزبدة ما بيأثر، فيكم تخلطوا زيت مع زبدة، فيكم تخلطوا زيت مع سمنة كمان ما بيأثر. بس طبعا استخدموا نوع سمنة يكون طيب لحتى تاخدوا معروك يكون نكهته طيبة. هلأ هون الصفار اللي شلته أنا على جنب رح أتركه لأدهن فيه وجه المعروك. هلأ هون عندي الطحين تقريبا، عندي 6 أكواب ونصف من الطحين الأبيض. طبعا الطحين هون على حسب احتياج العجين. أنا آخر العجين أخدت معي العجينة كاملة، يعني أخدت تقريبا 7 أكواب من الطحين. انتو طبعا على حسب الطحين اللي عندكم، يعني ضيفوا نص الكمية وحركوا بشكل كتير منيح وبتشوفوا انتو على حسب الكمية. هلأ هون حطيت نصف ملعقة من الملح وحطيت كمان ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. هلأ هون هذا شكل العجينة. العجينة لاصقة شوي، طبعا لازم تكون هيك لأنه مشان تاخدوا معروك هش وطري ولذيذ واسفنجي. إذا كانت معكم العجينة كتير ناشفة وفيها زيادة طحين رح يطلع معكم المعروك معجن وما ظابط أبدا. هلأ هون دهنت إيدي شوي من الزيت وحطيت شوي على العجينة كمان زيت يعني عجنتها بشكل كتير منيح على مدة 10 دقائق ربع ساعة، وهذا هو شكله بعد ما عجنته بشكل كتير منيح. هلأ هون رح أغطيها بالنايلون الغذائي ورح أتركها لمدة ساعة لحتى يتضاعف حجمها. هون بعد ما تضاعف حجمها للعجينة فيكم تشتغلوا فيها بشكل مباشر، يعني ومثل ما قلت لكم أنا هون الحشوات على حسب الحاجة. أنا استخدمت هون الشوكولا، برشت لوح من الشوكولا واستخدمته، وكمان بالإضافة لأنه تركت قسم من المعروك سادة بدون أي نوع حشوة وطلع هو الألذ، يعني أطيب من يلي حاشيته أنا بالشوكولا. وهيك أنا شكلت المعروك مثل ما شايفين بهاي الطريقة، يعني ولا أروع من هيك. أي صبية صغيرة بالعمر فينا تعمل هاي الوصفة، وطريقة التشكيل مثل ما شايفين بسيطة جدا. حطيت كمية من الشوكولا، فيكم تقللوا فيكم تكتروا على حسب الحاجة، ورح لفهم هيك بهذا الشكل مثل يعني مثل كأنكم عم تلفوا سندويشة. وهذا هو شكل الحبة. ضليت عم كمل الحبات أنا لحتى خلصوا معي. طلعوا حبات العجين تقريبا 34 قطعة، ما شاء الله كمية وفيرة، وإن شاء الله بتجربوها لهالطريقة وبتحبوها. أنا رح أترك هون الحبات بعد ما خلصت تشكيلهم، رح أتركهم لحتى يتخمروا لمدة من ربع ساعة لنص ساعة. طلعوا معي هدول الصينيتين مثل ما شايفين ما شاء الله.
فيكم تعملوا من هذا الشكل اللي فرجيتكم اياه، شكل المعروك الاصلي، بس انا عملتهم بهذا الشكل مشان القطع يكونوا صغار وما يكونوا كبار كتير. هلا هون بعد ما دهنتهم بشوي مثل ما قلت لكم بصفار البيض، حطيت له ملعقة كبيرة من الحليب وحطيت له كمان قهوة سريعة الذوبان، وحركته ودهنت الوجه ودخلتهم على فرن محمى مسبقا على درجة 200 تقريبا، يعني ما اخدوا وقت كتير بالفرن. انتو طبعا مع المراقبة المستمرة. هذا هو شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن، عن جد ولا اروع من هيك بشهوا. بتمنى انه تجربوا الوصفة وتعجبكم، وبتمنى منكم الدعم للفيديو بالضغط على زر اللايك، وتشيروا الفيديو مع اصحابكم، وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات.